عدد كتير قوي من الجوب سيكرز وعدد كبير قوي من الشركات ما توفقوش. الشركات ما لقيتش مرشح كويس، الجوب سيكرز ما لقوش وظايف. استغربت جدا ازاي يعني 50 شركه و5000 واحد، يعني ده بيرفكت اوبورتيونيتي فور بوث. وعرفت ان في جاب. ف حسيت انه هي دي الحته اللي انا عايز احلها، هي دي الحته اللي انا عايز اشتغل عليها عشان احس ان انا فولفيلنج، بحقق ذات الواي بتاعتي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست Business Development Voice أو صوت تطوير الأعمال. معاكم روبير مسعد، Business Developer and Podcaster. ضيفي النهاردة ضيف مميز اتعرفت عليه في تكني سامت، شخص جميل جدا وحابب اللي هو يساعد. البوزيشنز بتاعه ممكن ما نكونش سمعنا عنه كتير أو سمعنا عنه ولكن مش عارفين هو بيعمل إيه بالظبط. ضيفي النهاردة هو أحمد عادل. إزيك يا أحمد؟ اهلا يا روبير، ازيك؟ عامل ايه؟ أحمد أنا هسيب لك المايك، عرف نفسك زي ما أنت عايز. قوي قوي. انا اسمي احمد عادل، انا كارير ديفلوبمنت سينيور اوفيسر في الغرفه التجاريه الامريكيه في مصر، والايفنت مانجر بتاع الامشان امبلويمنت فير، معرض التوظيف بتاع الغرفه التجاريه الامريكيه. انا كمان بورد ممبر مسؤول عن البارتنرشيبس في الاتحاد الدولي للكوتشنج الاي سي اف، و سيرتيفايد مانجر من جامعه جيمس ماديسون في امريكا. جميل جدا. احمد تعالى نبدا اول بارت من البودكاست، قوي قوي، يلا. وهو بيكون عباره عن اوبن ديسكشن. تعالى كده، حابب ان انا اخد من معرفتك بنفسك. انت قلت ان انت البوزيشن بتاعك كارير ديفلوبمنت، مظبوط. ممكن تكلمني اكتر عنه؟ في الامريكان شامبر او الغرفه التجاريه الامريكيه احنا عندنا خدمات تدريب وتوظيف بنقدمها للشركات. انا مسؤول عن السيرفيسز، التدريب والتوظيف. بنتعامل مع شركات من اول حته التريننج نيد اسسمنت وحته الجاب اناليسيس في الريكروتمنت لحد الفول ديليفري اوف ذا سيرفيس. يمكن كارير ديفلوبمنت هي اكتر ريليفنت للمهارات اللي موجوده عندنا، وازاي ممكن واحنا بيشتغلوا عندنا ودايما بيطوروا، بنطورهم علشان نريتين الامبلويز بتوعنا، سواء بالتدريب بقى او من اول الهايرنج اصلا والتالنت اكوزيشنز والهيد هانتنج يعني. طيب احمد، هنا بيبقى فيه نقدر نقول ميس اندرستاندينج ما بين الكارير ديفلوبمنت والاتش ار. هل انت شايف ان الاثنين دول ليهم علاقه ببعض؟ الاتش ار هي الامبريلا اللي تحتها حاجات كتير، ريكروتمنت، تريننج، او دي، بايرول وبيرسونال، حاجات كتير جدا. وبعد كده بقى في مسميات نقدر نتحرك بيها، زي ما في الريكروتمنت في ريكروتمنت وفي تالنت اكوزيشن. هي مسميين، الاختلاف بينهم في جوهر الوظيفه، ولكن هما الاثنين بيعملوا توظيف. الكارير ديفلوبمنت بقى هي مشتق جديد بيدمج ما بين التدريب والتوظيف مع بعض، بيحطهم في امبريلا واحده، بس كل الحاجات دي تحت حاجه واحده اللي هي اسمها الاتش ار. فالاتش ار هو المجال، زي مثلا ايه، انت شغال سيلز، لكن جوه السيلز في سيلز اللي هو بيبيع عقارات، وفي سيلز اللي هو بيبيع ادويه مثلا. هي نفس الفكره. اوكي، جميل جدا. طيب هسألك هنا سؤال ممكن بيكون بيدور في بال كل بيزنس اونر. امتى اكون انا از بيزنس اونر محتاج الكارير ديفلوبر، او ان انا استخدم الكارير ديفلوبمنت عندي في الشركه، ولا اللي بيحتاجوا اكتر بي تو سي وانا سؤالي غلط؟ بص، الزاويتين بيستخدموه الاكتر دلوقتي البي تو سي. يمكن الكالتشر دي في مصر مستحدثه. الكارير ديفلوبمنت هو انت كشخص ازاي تبروجرس في الكارير بتاعك. طيب ده دور مين في المقام الاول؟ دورك انت كشخص، مش دور الشركه. فدايما الكارير ديفلوبمنت بيرفلكت ان انا هعمل لك كوتشنج ازاي تعمل كارير ديفلوبمنت بلان وتطور من نفسك وهكذا. دور على شغل فين، حاجات كتير جدا. مؤخرا ابتدى يبقى في الترند الجلوبال يسمع في مصر، اللي هو ان الشركات تهتم بالموظفين بتوعها وبالتالنتس اللي عندها بشكل كافي للمحافظه عليه. يعني الهدف في الاخر ان هم يفضلوا شغالين معاك. طب عشان يفضلوا شغالين معايا ينفع اسيبهم زي ما هم، ولا لازم ادربهم واطورهم وارقيهم؟ فبيبداوا من هنا الشركات يركزوا على تدريب وتطوير الموظفين. فابتدى يطلع تايتلز جديده زي كارير ديفلوبمنت، زي كارير كوتشنج مانجر. يعني ابتدى يبقى في تركيز اكتر على الويل بينج بتاع الامبلوي من زوايا مختلفه، مش بس التدريب على فكره. في زوايا مثلا زي الفن وان احنا بنعمل ايفنتس للموظفين بتوعنا، نعمل لهم بقى زحليقه بلاي ستيشن زي ما يحصل يعني. يعني دي حاجه انا بدور عليها في الشغل. احنا محتاجينها، كلنا محتاجين البلاي ستيشن. طيب احمد، هنا في كده حاجه هستنتجها من اخر اجابه انت لسه قايلها من شويه، وهي ايه الفرق ما بين الليرنينج اند ديفلوبمنت ديبارتمنت والكارير ديفلوبمنت والاورجانيزيشن ديفلوبمنت؟ طيب خليني ابداها من الاخر الاول. الاورجنايزيشن ديفلوبمنت، الاورجنايزيشن ليها ستراكشر،
تقسيمه، مدير بيريبورت ليه ناس، اقسام وفرق عمل في محافظات مختلفه، في اقسام مختلفه، وهكذا. الاورجنايزيشن ديفلوبمنت هو المسؤول عن الاستراكشرنج ده، من اول هيترسم ازاي، ومين بيريبورت لمين، ومين بيترقى، ومين بيعمل له سكسيشن بلاننج، لحد في الاخر الفاينل ريبورتنج اللي بيطلع للمجلس الاداره انه احنا شكل شركتنا كده. ده هيزود البرودكتيفيتي، ده هيقلل البرودكتيفيتي، ده هيخلينا ننتشر في محافظات اكتر. ده كله عند الاورجنايزيشن ديفلوبمنت. بعد كده هياخد منه الليرنينج ديفلوبمنت. الليرنينج اند ديفلوبمنت هو مسؤول عن انه يدرب الناس. بتروح تقول له والله انا عندي فريق المبيعات بيبيع ب 100 مليون، عايز يبيع ب 110. عشان يبيع ب 110 نعمل تريننج نيد اناليسيس، نشوف والله الناس دي محتاجه فعلا تدريب ولا محتاجه تغير السيستم، محتاجه تغير طريقه اداره. وبنطلع في الاخر بكونكلوجن ان والله يا جماعه في تريننج بلان للناس دي، هيدرسوا 1 2 3 بالسيكونس الفلاني، تعمل لهم اسسمنت قبل الكورسز، اسسمنت بعد الكورسز، ونبدا نشوف ده عرفوا يستفيدوا من العلم اللي خدوه ولا لا. كان اسمها الاول ليرنينج لان هي كانت ليرنينج بس، حاجه اكاديميه اكتر. بقت ليرنينج اند ديفلوبمنت، تطوير. انا ممكن اعمل لك اون ذا جوب تريننج، تدريب عملي، ممكن اخلي مديرك هو اللي يدربك، ممكن اجيب لك حد اكسبرت، ممكن اسفرك بره وتتدرب. فده الليرنينج اند ديفلوبمنت. الكارير ديفلوبمنت هو الرابطه اللي ما بين الليرنينج اند ديفلوبمنت والريكروتمنت. هم لقوا ان في علاقه وطيده بين الاثنين. انا لو بطور الناس وبدربهم، اوقات كتير بيمشوا بعد ما انا طورتهم ودربتهم. ليه؟ لان انا كان الهدف ان انا اطورهم وادربهم بس. فابتدى يظهر المستحدث الجديد اللي بقول لك عليه، انه لا يا جماعه، هي جيرني كامله. انا عشان اعينك محتاجك متدرب حاجات معينه، وهدربك حاجات معينه عشان تترقى، وهرقيك. فهرقيك وهعينك وعشان تترقى، دي جزء من الايكويجن لازم تبقى موجوده. فمن هنا طلع الكارير ديفلوبمنت، وابتدى يبقى الموضوع بدل ان هو ليرنينج اند ديفلوبمنت، انا بطورك كعلم، لكارير ديفلوبمنت، انا بطورك ككارير، كشخص، كموظف. فبالتالي اجهز السكند جنريشن اوف ليدرز، او اجهز سكسيشن بلان للناس اللي هتيجي مكان المديرين لما يمشوا. فالموضوع ده مجرد تطور للليرنينج اند ديفلوبمنت والريكروتمنت. لكن كده اظن انت فاهم الفرق بين الاورجنايزيشن ديفلوبمنت والليرنينج اند ديفلوبمنت والكارير ديفلوبمنت. ده حقيقي. انت هنا فكرتني كلامك يا احمد بجمله كان قالها بيل جيتس قبل كده، لما كان في اجتماع مجلس اداره وكطلب، اللي هو كان محدد بادجت كبيره اللي هو يعمل تريننج للامبلوي والموظفين اللي في الشركه، والفاينانشال مانجر كان قال له افرض صرفنا الفلوس دي والموظفين سابونا ومشوا. فبيل جيتس كان رد عليه وقال له وافرض ما صرفناش الفلوس دول وقعدوا معانا. بالظبط، بالظبط. الانفستنج او الشركات اللي بتستثمر في التدريب، هي بتستثمر في الجروث بتاعها، مش بتاع الموظفين، لان جروث الموظفين هو بالتبعيه جروث للشركه. عشان كده كل الشركات الكبيره هتلاقي عندهم اهتمام قوي جدا بالتدريب، من اول تدريب موظف الامن اللي واقف على بوابه الشركه، لحد تدريب رئيس مجلس الاداره ذات نفسه. وعلى فكره هقول لك حاجه، بس عشان الناس ما تفتكرش انه انا اتدرب واتعلم وبعد كده بوصل لحته وخلاص. الليدرشيب، لسه كنت سامع الفيديو بتاع سايمون سينيك ريسنتلي. الليدرشيب الصح هو متعلم صح، بيتعلم. ليدرز دايما، لو بتشوف فيديوز وبودكاست للناس اللي بره، هتلاقي دايما الليدرز بيتباهوا بينهم ونفسهم: انت قريت كام كتاب السنه دي؟ انت درست كام حاجه السنه دي؟ انت خدت ايه السنه دي؟ الحته دي ثقافه مش منتشره عندنا بقوه، ولكن بره التطوير، انك تطور من نفسك، دي اون جوينج جوب، دي حاجه مدى الحياه لحد ما يتوفاك الله. فالفكره ان انا هتعلم شويه عشان اترقى واسكت، دي مش موجوده، دي غلط عندنا كاشخاص. في الاول احنا لازم نبقى الانجن من عندنا احنا. الشركه هتطور لي، اوكي، انا هطور نفسي بقى ازاي؟ هاخد كورس تاني، حاجه تانية، هتعلم مهاره تانية احبها، هتعلم سكيل جديد تفتح لي باب اونلاين اشتغل ريموت بره. يعني الموضوع بيختلف. وكمان ترفلكت عند الشركه. هو انا لو سبت الموظفين زي ما هم، زي ما انت قلت بتاع بيل جيتس دلوقتي مثلا، لو سبت الموظفين زي ما هم يبقى انا هفضل زي ما انا. ما هو ده نتيجه لده. لكن لو انا استثمرت في الموظفين بتوعي ان انا اطورهم وادربهم واعلمهم حاجات جديده، حتما انا هبقى بجرو كشركه. طيب، خليني هنا اسالك سؤال مهم جدا، وده هيهم كل الشركات اللي اوريدي بتبقى عندها المينتاليتي والمايند سيت اللي هم محتاجين يستخدموا الكارير ديفلوبمنت والليرنينج اند ديفلوبمنت. ايه الوقت او ايه الفيز او الستيج اللي الشركه المفروض بتوصل ليها وتقول انا محتاجه الفتره دي، او ان انا اعمل الديبارتمنت ده ليرنينج اند ديفلوبمنت؟ بص، تعمل ديبارتمنت هي على حسب حجم الشركه، على حسب حجم الموظفين او عدد الموظفين. يعني لو ستارت اب فيها 3 4 موظفين، مش محتاجين نعين واحد يقول لنا ناخد كورسات ايه. ممكن صاحب الشركه يقعد معاهم في ميتنج ويقرر. لكن اول ما الشركه تبدا تكبر 20 موظف، 50 موظف، 100 موظف، طبعا بيتحتم ان احنا نبدا نعين فريق
والفريق ده ممكن يكبر لو الشركه فيها الاف الموظفين. ولكن خليني هرفريز السؤال بتاعك حته صغيره. هو امتى الشركه تعلم الموظفين؟ من اول يوم. من اول يوم. الستارت ابس النهارده اول ما بيبقى ستارت اب، ايه اول فيز بيعملها؟ انكيوبيتر. ايه اول حاجه الانكيوبيتر اللي بتعملها؟ هنعلمك تعمل بزنس بلان، هنعلمك تعمل ماركتنج بلان، هنعلمك تعمل استراتيجي، هنعلمك تبيع. سواء بقى هنعلمك في كورس في سيت اب كلاس روم وكورس اونلاين زوم وات ايفر، او هنعلمك 1 تو 1، هنقعدك مع منتور، هنقعدك مع كوتش، هنقعدك. فبص from the first minute لازم نبقى حاطين في اعتبارنا احنا كبشر مش كموظفين، كبشر الاون جوينج بروجرس بتاع الاديوكيشن بتاعي، بتاع الديفلوبمنت بتاعي انا كشخص، مش بس كموظف، كأب، كأم. آه يعني في يوم من الايام هيبقى عندك ولادك وهتقرر ان هم يخشوا مدرسه، ممكن يخشوا مدرسه فرنش وانت بتعرف فرنش، هتعلم معاهم فيها ايه؟ هو انا لما اتعلم معاهم دي حاجه وحشه؟ لا بالعكس، هبقى هم اتعلموا حاجه وانا اتعلمت حاجه والتواصل ما بيننا بقى احسن. آم، ليها اشكال كتير بقى، من لحد الستات اللي في البيت اللي بيتعلموا طبخ من الراجل اللي بيطلع في التلفزيون وورقه ورقه مفيد معايا ست الكل يعني. بس انا متفق معاك يا احمد، ولكن تعالى هنا عايز اللي انا هفكر معاك بصوت عالي واقول لك ان بيبقى في اوقات خلال الفتره اللي احنا فيها دي ومن بعد كوفيد 19 بقى المصادر والريسورسز اللي احنا هنتعلم بقت كتير جدا، فبقى الواحد مشتت انه يتعلم ايه ومنين، ولو هو عارف هيتعلم ايه فما بقاش عارف هو يتعلمه منين، فدايما بيحس اللي هو اخده ده لازم ياخده من على كل الريسورسز اللي حواليه بياخده منها. انا دلوقتي خدت كورس من على كورسيرا ولقيت ان احمد اخد كورس من على يوديمي. طب ايه ده، انا ليه ما اعرفش المعلومات اللي على يوديمي؟ افرض الكورس اللي على يوديمي فيه معلومات مش موجوده على كورسيرا، فافضل في حلقه مفرغه. فانا دلوقتي كشخص عادي الشركه مش بتوفر لي ده، ايه اللي يخليني اعرف اختار الحاجه اللي انا محتاجها او الكورس او السكيل اللي انا محتاج اشتغل عليها واختار الريسورسز بتاعها بناء على ايه؟ طيب السؤال ده حلو جدا جدا، واكشن دي واحده من المشاكل اللي بتواجه الشباب اليومين دول، ان هم بارالايزد بكميه الاوبشنز المتاحه قدامهم. عندي كورسات على اليوتيوب وعلى يوديمي وعلى لينكدين وهنا وهناك، ولدرجه ان بقى في كورسات ببلاش ومنح ببلاش كتير جدا جدا جدا. وبعض الشباب بيبقوا عايزين اخد كل حاجه، انا عايز اتعلم بقى كل حاجه، مش عايز اتعلم حاجه واحده. فدي عامله لهم مشكله. وده اللي من هنا بيظهر دور ان جزء من الجيرني انك تتعلم، انك تعمل ذا رايت بلان. هنا بيجي دور الكارير ديفلوبمنت كوتش. انا بعمل كوتشنج مثلا مع حد، بقعد معاه لازم تحط نقطتين، نقطه انت فين ونقطه انت عايز تروح فين، بوينت A وبوينت B بتوعك. بعد كده في جاب اكيد ما بين النقطتين دول، فبيتعمل لها كارير ديفلوبمنت بلان. انت مش بتتعلم اي حاجه وخلاص، انت بتتعلم حاجات عشان تطورك في اتجاه الكارير بتاعك. This is the difference between حد بيتعلم عشان كارير ديفلوبمنت وحد بيتعلم عشان عنده باشن. يعني على فكره هو عادي، انت ممكن يبقى عندك باشن ترسم، فهروح اتعلم رسم عادي جدا، مش محتاجه كارير ولا حاجه. ولكن انا مثلا دلوقتي لو انا في مجال السيلز وعايز ابقى سيلز مانجر، تعالى نقعد نقول السيلز مانجر ده ايه مواصفاته، ايه المهارات اللي عنده، ايه الكورسات اللي عنده. على فكره الموضوع سهل، انا ممكن اخش على لينكدين اعمل شويه ريسيرش، هطلع 100 سيلز مانجر، هعرف ايه السكيلز عندهم، ايه الكورسات اللي عندهم، وايه المهارات اللي عندهم. then انا عرفت كده ايه اللي ناقصني. ايه اللي ناقصني ده محتاج اعمل له اكوزيشن، اخده علشان اعرف اوصل للمرحله بتاعه السيلز مانجر. فببدا اعمل بلان، انا هاخد ده الاول عشان ده هيساعدني ان انا اخد المرحله اللي بعدها، وبعد كده هتعلم كذا في الوقت الفلاني عشان انا يبقى معايا الفلوس، وبعد كده هتعلم كذا عشان هيبقى عندي الوقت. فبتعمل خطوات، الخطوات دي في الاخر كلها بتوصلك من بوينت A انك سيلز سبيشالست لبوينت B انك انت سيلز مانجر. المراحل دي هيبقى فيها جزء سيلز، هيبقى فيها جزء ليدرشيب، هيبقى جزء سوفت سكيلز، على حسب من شخص للتاني، والخطه بتاعته بتختلف. ده كده تحت بند اسمه كارير ديفلوبمنت بلان. دي ممكن تتعمل لوحدك لو انت بتعرف تعمل ريسيرش وبتعرف تدرس الموضوع ده كويس، وممكن تعملها مع كارير كوتش في سيشن او في اكتر من سيشن. طيب تنصحني بايه يا احمد علشان اقدر اوصل للليرنينج جابس؟ انت دلوقتي قلت ان انا ببدا واقص الشريط لما اكون انا تايه ومش عارف انا اشتغل منين، اللي انا بلجا لاول واحد هو الكارير ديفلوبمنت، ولكن ده طبعا بعد ما بكون قعدت مع الكارير كوتش اللي هو انا اتفقت معاه على ان هشتغل في البوزيشن ده في الاندستري دي، مظبوط؟ مظبوط. حلو جدا. طيب انا هنا كروبير حصل معايا حاله معينه، الحاله دي اللي انا دلوقتي عملت الليرنينج جابس دي لنفسي وعملت ريسيرش لنفسي ورحت درست كورس معين. مهم. الكورس ده نفترض اللي هو كان اسمه جو تو ماركت استراتيجي، وانا حسيت ان انا من خلال فتره شغلي في الشركه اللي انا الكورس ده هيفيدني، بس بعد ما خلصت الكورس لقيته اللي انا مش محتاجه، ولقيت اللي انا كنت محتاج ان انا اتعلم اكتر في الوقت ده بزنس رايتنج. حلو قوي. فايه اللي ما يخلينيش اقع في الجزء ده تاني؟ بص، هنا بتيجي قوه الكوتش اللي انت شغال معاه،
والكونسلت او الكونسلتنت، يعني ممكن يبقى كونسلتنت مش سيرتيفايد كوتش يعني. ان انت تعرف ناقصك ايه، ده سهل جدا. زي ما قلت لك ممكن نريسيرش دلوقتي، على فكره ممكن تجوجلت دلوقتي بقى في اي اي، ممكن تسال الاي اي هو انا محتاج ايه عشان ابقى مدير مبيعات شاطر، انا محتاج ايه عشان ابقى ماركتير شاطر، محتاج ايه عشان ابقى جرافيك ديزاينر شاطر، هيقول لك محتاج ال 15 سكيل دول، محتاج الكورسات دي، محتاج الشهادات دي. آه، فانت كده عارف ايه الحاجات اللي ناقصه. يمكن السؤال الصعب انت قلته ضمنيا جوه سؤالك، هو انا رايح فين اصلا؟ هي بوينت بي دي شكلها دي، هو انا عايز ابقى مدير مبيعات، هو انا عايز ابقى جرافيك ديزاينر ولا لا؟ فهنا دي مرحله قبل الكارير ديفلوبمنت بلان، اللي هي انك تايدنتيفاي الكارير بتاعك اصلا بيزد على set of variables، متغيرات مختلفه. انا شاطر في ايه؟ انا بحب ايه؟ هو الماركت محتاج ايه والعالم محتاج ايه؟ ليها تيوريز كتيره وطرق كتيره واسسمنتس وحاجات ممكن نعملها علشان نكتشف انت ايه الحاجات اللي هتبدع فيها، ايه الحاجات اللي هتعرف تحقق فيها اهداف. بعد ما تعرف ايه المجال اللي انت شاطر فيه، محتاج تعرف ايه الخطوات بتاعته. اجي نرجع لجوجل ونرجع للينكد ان نشوف، والله يا جماعه انا قررت خلاص اشتغل جرافيك ديزاينر، هو الجرافيك ديزاينر ده تايتله ايه؟ ترقياته ايه؟ اعلى حاجه في الجرافيك ديزايننج دي ايه؟ فبناء عليه عملت كده بوينت ايه وبوينت بي. طيب حطيت البوينت A وبوينت B وحطيت خطوات في النص، انا هاخد الكورسات دي، هتعلم الحاجات دي وهكذا. ايه اللي يخليني ما اقعش فعلا في الفخ اللي انت قلته، اللي هو انا والله بعد ما خدت الكورس الفلاني اكتشفت انا ما كنتش محتاجه، اكتشفت انا كنت محتاج حاجه تانية. هنا محتاجه a little bit of awareness ان الحاجات اللي ناقصاني دول ليهم لوجيك. لو انا مش عارف افهمه لوحدي محتاج مساعده حد، ممكن يكون حد اكبر مني في السن، خبره، اشتغل في المجال ده، اخويا الكبير، والدي، صديق، صديق العائله وات ايفر. وممكن يكون حد بروفيشنال بس بلجأ له كمدير في الشغل اللي انا بشتغل فيه حاليا، حتى لو هو حاجه منقطعه، او كوتش، سيرتيفايد كوتش، منتور وهكذا. وابدا اقول له والله انا اكتشفت ان انا عايز اروح من النقطه A للنقطه B، لقيت ان انا ناقصني ال 10 مهارات دول. فهتلاقيه هو اوتوماتيكلي بحكم الخبره يقول لك لا استنى استنى، انت لو بدات بالبيزنس رايتنج هتساعدك قوي في اللي بعدها. وعلى فكره ات هاز لوجيك، يعني في حاجات سكيلز بتخدم على سكيلز. يعني ما ينفعش تروح مره هتاخد كورس ماركتنج وانت بعدها بشويه هتاخد رايتنج، لان الماركتنج في جزء منه كونتنت رايتنج وفي جزء منه كوبي رايتنج. فطب ناخد الرايتنج الاول، عرفت اكتب ازاي؟ يلا بقى اكتبه بالصيغه بتاعه الماركتنج. فلو انت ما عندكش الاويرنس انك تحط الخطوات دي بالترتيب الصح، لازم تلجأ لحد. نصيحتي يعني، نصيحتي انك تلجأ لحد. ايه اللي يخليني اقدر اختار الكارير ديفلوبر او الكارير ديفلوبمنت من وسط كارير ديفلوبمنت كتير موجودين حواليا؟ الكارير كوتش بقى خلينا نعممها شويه اكتر عشان تبقى واضحه لكل الناس. الكوتشنج كوميونتي فيه كوتشز كتيره، ممكن اختار اي حد انا عايز اشتغل معاه. اغلب الكوتشز بيعملوا حاجه اسمها ديسكفري سيشن، دي بتبقى مجانا من غير فلوس، 15 minutes to 30 minutes بندردش فيها، بفهم منك المشكله فين، احط صباعي على المشكله، وبتفهم مني ايه الفاليو اللي انا بقدمها. فخلال السيشن اللي مدتها نص ساعه ببدا اقول لك والله انا بعمل 1 2 3، انا خبراتي اللي تؤهلني لده 1 و2 و3، وببدا اقول لك شويه اسئله افهم منك انت ايه الوضع اللي عندك. واكشلي من منتهى الامانه بتاعت الكوتش انه لو مش عنده الحل بتاع مشكلتك، انه يقول لك للاسف انا مش هعرف اساعدك، انا هرشح لك حد تاني. يعني اوقات بيبقى في حد جاي عنده كارير كوتشنج ايشو، يعني محتاج كارير كوتشنج، بس بيكتشف في الاخر انها فاميلي ايشو، محتاجه بيرنتنج او محتاجه ريليشن شيب كوتشنج اور something like that. طيب هل معنى كده يا احمد ان انا الجا ل 500 كوتش واعمل لكل واحد ديسكفري سيشن عشان اختار واحد؟ لا طبعا. هو قبل مرحله الديسكفري سيشن، هو الكوتش ده شخص زينا عنده بروفايلز على بلاتفورمز مختلفه، ممكن يكون منها بروفايل على لينكد ان مثلا، دي بروفيشنال بلاتفورم. فبالتالي انا هخش اشوف الراجل ده درس ايه، اشتغل فين، خد كورسات فين، ايه مهاراته. ممكن يكون عنده فيديوز، ممكن يكون داخل في بودكاست زي معاك كده يا ريمون دلوقتي. فهبدا اسمع اراء الراجل ده وافكاره وطريقه كلامه. فوالله لو ارتحت له يلا بينا نروح ديسكفري سيشن، ارتحت له قوي يلا بينا نشتغل مع بعض. وبعد كده بقى في الفاكتور بتاع الكوست بتاعت السيشن، الوقت. الراجل ده انا في مثلا في القاهره وهو في اسكندريه، طب انا هعمل ايه؟ انا في القاهره وهو في دبي، طب هعمل ايه؟ فدي شويه بريفرنسز. انا لا، انا محتاج حد اقابله فيس تو فيس، مش هعرف اخش زوم، فخلاص الاونلاين مش هشتغل معاه. محتاج حد في البادجت الفلانيه، فاللي اغلى من كده مش هيشتغل معاه. دي بريفرنسز، ولكن اساس الاختيار الشخص قدامك. شوف الكونتنت بتاعه،
شوف فيديوهات ليه، اسمع له بودكاست. خلاص خدت بريترا، روح اقعد معاه اول سيشن ديسكفري سيشن مجانيه، ولو هو ما بيقدمهاش قول له انا محتاج اكلمك في التليفون قبل ما نحجز عشان بس اتاكد يو ار ذا رايت فيت، اتاكد ان احنا مناسبين نشتغل مع بعض. على فكره انا ككوتش كمان هتلاقيني بقول لك كده، انا محتاج اتاكد يا ريمون انه انا هعرف اساعدك، لان في الاخر لو ما ساعدتكش يبقى انا بضيع وقتي. اتس نوت اباوت الفيز بتاعت الساعه، الموضوع اكبر من كده. احنا ككوتشز بنحاول نسيرف وبنحاول نحقق حاجات اكبر بكتير من مجرد انه اشتغل ساعه وخلاص يعني. حلو جدا. هكمل السؤال الثعباني بسؤال تاني، دخلنا الجفر الثعابين. وهو هنا يا احمد، انت كنت قلت في بدايه كلامك ان انت اوريدي كنت حضرت سيشن عن الليدرشيب لسايمون سينك وشفت الفيديو ده من شويه. طيب سايمون سينك كان دايما بيقول ستارت ويز واي، فخليني هنا اسالك ليه الكارير ديفلوبمنت؟ أه والله بص، على مدار السنين كنت من اول ما بدات اتخرجت يعني واشتغلت، انا خريج كليه تجاره. من اول ما اشتغلت في حته الريكروتمنت دي. انا كنت باشنت اباوت ايفنتس واباوت ريكروتمنت من وانا في الجامعه. كنت دايما بابلاي في ستودنت اكتيفيتيز واشتغل في الاتش ار. كنت دايما بحب اعمل ايفنتس، فاشتغلت في الشركه ان انا ماسك جوب فير. أه واول جوب فير عملته كان فيه 50 شركه و5000 جوب سيكر، وبعد كده لقيت جاب عدد كتير قوي من الجوب سيكرز وعدد كتير قوي من الشركات ما توفقوش. الشركات ما لقيتش مرشح كويس، الجوب سيكرز ما لقوش وظايف. استغربت جدا ازاي يعني 50 شركه و5000 واحد، يعني ده بيرفكت اوبورتونيتي فور بوث. وعرفت ان في جاب. فحسيت انه هي دي الحته اللي انا عايز احلها، هي دي الحته اللي انا عايز اشتغل عليها عشان احس ان انا فولفيلينج، بحقق ذاتي. الواي بتاعتي ان انا عايز احل المشكله دي وابين للناس انه يا جماعه على فكره، هو انت ما لقيتش شغل عشان السي في بتاعك وحش. اتس از سمبل از ذات. الموضوع في حاجات فعلا بتبقى بسيطه كده. هو انت ما عرفتش تاخد الوظيفه دي عشان انت اتاخرت ربع ساعه. هو انت ما اشتغلتش في الشغلانه دي عشان انت مش لابس كويس في الانترفيو. هي فعلا دي الاسباب اللي بيترفضوا بيها ناس كتير. ليه؟ عشان عدد المرشحين بقى كبير جدا. اعتبرها تالنت سور، حرب. مش بقول حرب هنقتل بعض يعني، بس هو انا في 1000 واحد مقدم غيري، هو انا ازاي مميز عنهم؟ فمن هنا بقى عندي باشن كمان على ان انا اديوكيت الناس. عندي باشن ان انا اساعد الناس تجي هاير، اديوكيت الناس. فبدات ادرس، اشتغلت على نفسي شويه، بدات اعمل فولنتير تريننج سيشنز، ستودنت اكتيفيتيز في جامعات مختلفه. وبعد كده بدات اعمل كونتنت على السوشيال ميديا، على لينكد ان وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تيك توك. وبدات ادرس بقى ان انا عايز ابقى ترينر، ادرب الناس الامبلويبيليتي سكيلز والحاجات اللي ناقصاهم دي. خدت شهاده سيرتيفايد ترينر من الامريكان تشامبر، المكان اللي انا بشتغل فيه. هو احنا اصلا واحد من اكبر اماكن التدريب في مصر، فاخدت شهاده منهم. وبعد كده لقيت ان الكوتشنج كمان هو مور بيرسونال. انا بتكلم معاك انت بس، انا بخليك انت اللي تكم اب وذ سوليوشن، مش انا اللي بقول لك. الكوتشنج مش ان انا اجي اقول لك تعمل ايه، الكوتشنج ريفلكت ان انا اسالك الاسئله الصح بالطريقه الصح في الوقت الصح اللي تخليك انت تعرف انت محتاج تعمل ايه وتاخد القرار بنفسك. الامباكت بتاعه اقوى. ومن هنا مشيت بقى في سكه، بقى لي 5 سنين باديوكيت ناس وبكلم ناس. الحمد لله قدرت فيهم اكتر من 5000 شخص نعمل لهم تريننج بقى على ايفنتس مختلفه وتريننج بروجرامز مختلفه، علشان نحل الجاب الحقيقيه اللي ما بين الشركات والجوب سيكرز. حلو جدا. في بوزيشن طلع في اخر فتره اسمه البيزنس ديفلوبمنت، هل انت شايف من خلال خبرتك، من خلال كل الدسكشن اللي احنا عدينا بيها دي، ان البيزنس ديفلوبمنت يا احمد دوره مهم في الشركات، ولا من الوظائف اللي ممكن الشركات تجرو وتكبر من غير ما نحتاجه؟ بص، دوره مهم جدا بالذات في العصر اللي احنا فيه. لكل الشركات الكبيره والستارت ابس الجديده. في بعض الشركات، يعني خليني ابقى صريح، بعض الشركات ممكن تكون تقليديه جدا. شركه عندهم وير هاوس، مخزن، بيبيعوا نوع معين من المنتجات، وهم 2 امناء مخزن و3 محاسبين وصاحب الشركه. فده لو جاب بزنس ديفلوبمنت هيعمل حاجه على فكره. بس هو بالحجم ده بالطريقه دي عمره ما هيفكر يجيب بزنس ديفلوبمنت. طيب الستارت ابس بقى والشركات الكبيره، البيزنس ديفلوبمنت فكرتها ان انت تطور العمل بتاع الشركه بتاعتك. فانت بتكسبلور نيو ويز
to profit from the market، انك تكسب من الماركت، طرق جديده تكسب ماركت. البرودكت بتاعي بيتباع كده، طب ليه ما يتباعش كده؟ البرودكت بتاعي بيتباع للسيجمنت ده، طب ليه ما يتباعش للسيجمنت ده؟ ايه الاختلاف؟ نغير لونه، نغير شكله، فبترجع بريبورتس، او نغير طريقه بيعه، بتحقق نتائج. فبالتالي هو نيدد جدا، نيدد جدا للي فاهم. اللي مش بيلجأوا له او اللي مش بيعملوا هايرنج لناس بزنس ديفلوب مش فاهمين اهميه الرول ده للجروث بتاع البيزنس. يعني اي بليف انه من غير وانا قاصد اقول كده بزنس ديفلوبمنت منتاليتي، الشركات عمرها ما هتجرو. طيب منتاليتي ليه يا احمد؟ ليه ركزت على كلمه منتاليتي؟ لان ممكن يكون ما فيش حد التايتل بتاعه بزنس ديفلوبمنت، بس السي او عنده المنتاليتي بتاعت البيزنس ديفلوبمنت، او الماركتنج دايركتور عنده المنتاليتي بتاعها. فهم من غير ما يبقى التايتل بتاعه بيزنس ديفلوبمنت هو بيعمل كده، بيروح ويسيك اوبورتونيتيز ويعمل بارتنرشيبس بطريقه معينه تو جرو بزنس. فهو indirectly بطريقه غير مباشره بيعمل بزنس ديفلوبمنت، ما عندوش التايتل، ما عندوش موظف، بس بيعمل بزنس ديفلوبمنت. ولكن انا شايف، لا انا شايف انها حاجه، رايي انا كاحمد يعني، هي حاجه نيدد ومطلوبه، ولازم تبقى مطلوبه في كل الشركات، والشركه اللي مش بتطلبها انتوا الخسرانين يا جماعه. تحب تقول ايه لكل شخص البوزيشن بتاعه بزنس ديفلوبر ولكن هو في الحقيقه سيلز؟ احب اقول له it's all about your mindset. انت حتى لو سيلز وبتبيع حاجه تقليديه بطريقه تقليديه، لو انت دماغك متسيستمه بطريقه معينه ان انت سيكينج الاوبورتونيتي اللي تخليك تجرو بزنس 10 فولدز، 10 اضعاف، 20 ضعف كده، لو دي طريقه تفكيرك الدائمه، صدقني وانت داخل الميتنج الجاي هتلاقي في نقط معينه ممكن تركز عليها تخليك يبان انك شكلك اشطر سيلز، بس انت في الواقع بزنس ديفلوبر شاطر. وعلى فكره هي دي الحاجات اللي انت هتقولها في الانترفيو لو انت رايح تقدم على بزنس ديفلوبمنت، اللي تخليك تتقبل. ان انا والله يا جماعه انا وانا سيلز في الشركه الفلانيه بنبيع اكياس سكر للمحافظات، عملت اجريمنت مع كذا، ففجاه بقينا بنبيع اطنان مطننه من الموضوع ده. يعني هو ده اللي هيخليك تكسب الانترفيو بتاع البيزنس ديفلوبمنت الجاي. حلو جدا. طيب تعال نخش على الجزء الثالث من حلقتنا وهي فقره النصائح. بس هنا انا هسالك على نصائح لفئات معينه جدا، حابب ان انا اخليهم يسمعوا الكلام ده. حلو قوي، يعني هنقول النصيحه لكل فئه. مظبوط. حلو قوي، يلا بينا. انا لسه طالب بدرس في الكليه، عمري ما اشتغلت في حاجه معينه، ولكن انا مبسوط جدا بعالم والايكو سيستم الخاص برياده الاعمال والستارت ابس والسي او، وعايز يكون عندي الشركه الخاصه بيا. تنصحني بايه؟ انصحك انك تاخد بالك ان 95% من الستارت ابس للاسف مش بتنجح. مش بتنجح مش عشان الفكره وحشه، مش بتنجح عشان ممكن يكون في elements ثانيه انت مش واخد بالك منها، زي اختيار الكوفاوندرز اللي معاك، زي اختيار البيزنس موديل اللي هبيع بيه واكسب منه. الستارت ابس مش ان احنا نقعد على القهوه ونفكر في فكره صايعه ونقول هنبيعها بمليون دولار ونمشي. الستارت ابس محتاجه شغل اكتر من الوظيفه، محتاجه تصحى بدري اكتر من الموظف، وتنام متاخر اكتر من الموظف، وتشتغل عدد ساعات اطول من الموظف. لان في الاول وفي الاخر انت بتشتغل في الحاجه بتاعتك اللي بتبنيها لسه فروم سكراتش. كانك بالظبط بتقول لي انا عايز اروح ابني بيت في الصحراء، ايوه ومفيش شارع ومفيش ميه ومفيش كهرباء. فهو انت محتاج تبقى عندك مع اويرنس او وعي انه انا داخل على تحدي كبير جدا، ومحتاج اديله حقه من الطاقه والوقت والمجهود والتفكير. تفكير سواء في مين البارتنرز اللي معايا، او انا هعمل ايه، هتحرك ازاي. ممكن مثلا حاضنه اعمال او حاجه زي كده، محتاج افكر كويس قوي في القرارات كلها. الفئه الثانيه، انا اوريدي كان عندي ستارت اب وخلاص انا عملت ديكلاين والستارت اب ده اتس كلوزد، ودلوقتي انا بدور على وظيفه سواء كان بارت تايم او فول تايم، ولكن انا مش متصالح مع نفسي في حاجه زي كده. انا بشكرك على الفئه دي، عشان انا شخصيا كاحمد عايز اوجه لهم نصيحه من زمان جدا، واكشلي هبقى اعمل لهم بوست عن الموضوع ده. النصيحه بتقول انسى التايتل بتاع الستارت اب، لان انت كنت في الستارت اب سي اي او اوف ذا يونيفرس. انت خرجت من الستارت اب بتاعتك اللي انت من حقك تسمي نفسك سيلز نينجا، ودلوقتي انت بقيت في سوق العمل، بقيت في السباق الوظيفي بتاع الناس العاديين اللي هم بيبداوا بكوردينيتور، بعد كده سبيشالست، بعد كده سينيور سبيشالست، وعشان يبقى مانجر محتاج 10 15 سنه من التاهيل. وعلى فكره ده ما يعيبكش انك تبدا وتشتغل ستيب باي ستيب، ده ما يعيبكش بالعكس خالص. هو يعني في ناس كتير بيبقى التايتل بتاعه كبير، بس هو زي ما بيقولوا بالبلدي كده بالونه من جوه فاضي هوا. وفي ناس كتير بيبقى التايتل بتاعها ممكن يكون صغير بس هو worth it. تقعد معاه تحس لا ازاي ده يا جماعه
لا ده المفروض يبقى دايركت، ده المفروض يبقى مانج. خليك انت التاني، ما تبقاش انت الاولاني. أحمد، وصلنا لنهاية حلقتنا، ولكن حابب أنهي معاك بكوت أو مبدأ أحمد مشي بيه في حياته، ممكن تشاركنا بيه؟ انا ماشي في حياتي بمبدأ انه there is a greater plan for you. في خطة كبيرة ليك. الخطة دي طول ما انت بتحاول تفهم ابعادها وبتمشي بيها، طول ما انت هتحقق نتائج. حاول قد ما تقدر انك انت تسعى طول الوقت في التراك اللي انت ماشي فيه، بس تبقى عندك الفيجن انك واعي ان دي جزء من حاجة اكبر، فبالتالي تعرف تحقق الواي بتاعتك زي ما انت سميتها في نص الحلقة. شكرا ليك يا أحمد إنك كنت ضيفي في حلقة النهاردة. شكرا، سو appreciated إن وجودك معايا. شكرا جدا ليك على استضافتك، وبجد مبسوط ان احنا اتقابلنا، ويعني فرصة سعيدة، ويا رب كل الناس تكون استفادت. بإذن الله. أشوفكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست، مع حلقات مميزة مع ضيوف مميزين بإذن الله في الفترة اللي جاية. أشوفكم على خير.